السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جبت لكم تزامنا مع الأوضاع الكارثية اللي كنشاهدوا هذه الأيام من اعتداءات وهجرة وموت. خطبة مزلزلة للفساد، خطبة تاريخية، أجمل خطبة ممكن تسمعها في حياتك. إلا ما سمعتيهاش فرح فاتك بزاف. خطبة للشيخ المغربي عمر القزابري. وإن الغدر لباس اللئام، ومن كانت الخيانة بطانته قادته إلى كل نقيصة، وباع نفسه بكل رخيصة. بعد هذا كله يأتي نكرة في لحظة من خسة ليهدم هذا البناء الرباني، وليحرم هذا المخلوق من حق وهبه إياه الله رب العالمين، في صورة من صور التردي والانحطاط الفكري، وفي صورة من صور الهمجية والتخلف. علينا جميعا أن نلتحم حتى نقطع الطريق على المفسدين. بأي حق تزهق الأرواح؟ بأي حق يسمح الإنسان لنفسه أن يعمد إلى روح بريئة فيزهقها دون وجه حق؟ ذلكم الشاب الطيب الذي قتل أمس وترك خلفه أما مكلومة. إن هذا العمل إجرام مستنكر وفعل مستقدر، ولا يمكن لأي إنسان سوي أن يقبل بهذا الفعل الشائن. يريدونها خرابا يعم الجميع. ونسألك بحق لا إله إلا الله أن تنتقم من كل من أراد أن يفتننا في بلدنا. اللهم من أراد بهذا البلد فتنة اللهم انتقم منه شر انتقام. اللهم اكفناه بما شئت وكيف شئت يا عزيز يا مقتدر. اللهم من أراد أن ينشر الفرقة بين المغاربة وأن ينشر الترويع والقتل فاكفناه يا عزيز يا مقتدر. أنزل عليه سيف انتقامك، عجل له بالهلاك والنهاية، اكفنا شره بما شئت وكيف شئت. الحمد لله المتفرد باسمه الأسماء، المختص بالملك الأعز الأحمى، الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى، الظاهر لا تخيلا ووهما، الباطن تقدسا لا عدما، وسع كل شيء رحمة وعلما، وأسبغ على أوليائه نعما عما، وبعث فيهم رسولا من أنفسهم أنفسهم عربا وعجما، وأزكاهم محتدا ومنما، وأشدهم بهم رأفة ورحما، حاشاه ربه عيبا ووصما، وزكاه روحا وجسما، وآتاه حكمة وحكما، فآمن به وصدقه من جعل الله له في مغنم السعادة قسما، وكذب به وصدف عنه من كتب الله عليه الشقاء حتما، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. صلى الله عليه صلاة تنمو وتنمى، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. معاشر الصالحين، إن الجبن قرين الظلام، وإن الغدر لباس اللئام، ومن كانت الخيانة بطانته قادته إلى كل نقيصة، وباع نفسه بكل رخيصة. إن الترهيب والتخويف شعار الجبناء، أما الذين كملت عقولهم وقويت حجتهم فلا يحتاجون إلى الظلام، لأن فجرهم يذيب الظلمة. شتان ما بين نور الإقناع وسيف الإخضاع، شتان ما بين رقي التنوير وهمجية التفجير، شتان ما بين الفهم والوهم، شتان ما بين الإشراق والإحراق، شتان ما بين القيادة والبلادة، شتان ما بين حجة تتبختر اتضاحا وشبهة تتبخر افتضاحا، شتان ما بين الرجال والأندال. أيها الأحباب، إن المحب يعشق محبوبه، يفرح لفرحه ويحزن لحزنه. ولا شك أيها الكرام أن كل محب لهذا الوطن الغالي قد أحس بالمرارة وشعر بالحزن لما حصل بالأمس من ذلكم العمل الإجرامي الخبيث الشائن، الذي اجتمعت فيه كل عناصر البشاعة لتحيله إلى سواد لا ترى معالمه. إنه اعتداء على أمة في كيانها وفي مشاعرها وفي أرواحها،
وفي كل ما تحمله من حمولة دينية وفكرية وثقافية. إنها خسة النفس حين تنضاف إلى الجهل وتنصهر مع حقد القلب، فتترجم إلى مشهد أبطاله الأشلاء الممزقة والرؤوس المقطعة والأعضاء المتناثرة. إنه اعتداء على روعة الخلق وإبداع الرب، إنه اعتداء على الإنسان. ذلكم الإنسان الذي يذكر الله في كتابه مراحل خلقه مرحلة مرحلة ليشعرنا بعظمة البناء. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. بعد هذا كله يأتي نكرة في لحظة من خسة ليهدم هذا البناء الرباني وليحرم هذا المخلوق من حق وهبه إياه الله رب العالمين في صورة من صور التردي والانحطاط الفكري، وفي صورة من صور الهمجية والتخلف. أيها الأحباب الكرام، إن من الناس من لا يرضيه إلا أن يعيش الناس في ظلال الفتنة، لأنه يقتات منها كما يقتات الذباب من القاذورات. أعزكم الله. يعشق الفتنة لأن الحقد إمامه ودليله. لا يرضيه أبدا أن يعيش الناس في أمن وأمان وسلامة وسلام. لا يرضيه أن يأمن الناس على أرواحهم وممتلكاتهم وعلى كل ما تحت أيديهم. ومعلوم أيها الكرام أن من أعظم البلايا والرزايا التي يمكن أن يبتلى بها الناس أن تمتد إليهم أيادي الفتنة فتحتوشهم وتكتنفهم وتعتريهم وتعتورهم، لأنهم ساعتها يصبحون في ظلمة لا يدرى فيها ما يقدم ولا ما يؤخر. يصبح الناس في سراديب التيه والعمى، فينفرط العقد، وإذا انفرط العقد فلا اجتماع لأمره ولا انتظام لشأنه. قال الله: والفتنة أشد من القتل، وقال: والفتنة أكبر من القتل. الفتنة أشد من القتل لأن في الفتنة موت الحرم وضياع الحقوق والتباس الأمر وانغلاق الصدر. في الفتن يفقد العبد توازنه حتى في باب علاقته مع الله، فلا تكاد تخلص له ركعة أو سجدة. ولذلك لما جاء الإسلام كان أول ما دعا إليه وركز عليه محاربة الفتنة بكل ألوانها، فدعا إلى حفظ النفس والمال والنسب والعقل والعرض، لأن عدم حفظ هذه الأمور هو عين الفتنة. وإن الإسلام لم يحتفظ بأدنى ود أو حب لأولئك الفتانين الذين يسعون في الأرض فسادا نشرا للفتنة وترويعا للأمة. لم يحتفظ بأدنى ود لهم، بل حاربهم ولعنهم ودعا إلى إعلان الحرب عليهم باعتبارهم مفسدين في الأرض. أيها الكرام، إن ما حدث بالأمس إن حدث الأمس حدث أليم بكل المقاييس، نظرا لشكله وصورته ونظرا لظرفيته. الشيء الذي يشم منه رائحة المكر والخبث، وأن المخططين له والمنفذين له هدفهم التآمر على البلاد والعباد. ونحن إذ نتكلم عن الحدث نتكلم عليه من منطلق المرارة والحزن، لا من منطلق الاتهام لجهة معينة، لأن تحديد الجهة أمر يعلمه الله. إن هذا العمل إجرام مستنكر وفعل مستقدر، ولا يمكن لأي إنسان سوي أن يقبل بهذا الفعل الشائن الذي يتنافى مع كل القيم النبيلة دينا وعقلا ومنطقا وعرفا. إن هناك أيادي خفية تسعى جاهدة لزعزعة بلدنا ولإحداث الهوة والفرقة بين جميع مكوناته، وهناك جهات تسعى لإسقاط هيبة الدولة من خلال الجرأة الوقحة على الرموز، ومن خلال كيل الاتهامات دون شاهد أو إثبات.
وهذه الأيادي تحرك أناسا لا فهم لهم لا بالبدايات ولا بالمآلات، ليس في ميزانهم المختل تقدير لا لمصالح ولا لمفاسد، يستغلون حاجتهم ويركبون جهلهم فيبثون فيهم الحقد الأعمى، فلا يرون إلا السواد ولا ينظرون من الكأس إلا لجهته الفارغة. وهناك جهات كذلك في نفس الوقت تريد قتل الدين وإسقاط قدسيته من خلال المطالبة بالحريات التي تتنافى مع عظمته، كحرية الإفطار في رمضان والشذوذ وغيرها من السخافات والتفاهات والقمامات. وهناك أناس كذلك يحركهم الحقد على كل شيء من أجل لا شيء يرضيهم ولا شيء يكفيهم، يريدونها خرابا يعم الجميع، أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. وهناك كذلك من يريدون أن يفرضوا فكرهم بالقوة، إما أن تكون معهم تقتنع بما به يقتنعون، تسمع بسمعهم وتنظر ببصرهم، أو أنك ضال ومنحرف ولست على المنهج. أصحاب هذا الفكر لا يقبلون بحوار ولا يؤمنون برأي. أيها الأحباب، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفتح العقول والضمائر بالسيوف والخناجر، بل فتحها بالبينات والبصائر. لم يخاطب الألباب بالبطش والإرهاب، بل خاطبها بالحكمة وفصل الخطاب. ولم يصل إلى قلوب الناس بالقهر والإخضاع، وإنما بالحجة والإقناع. هذا هو منهجه، هذه هي دعوته وطريقته. وأي خروج عن هذه الطريق هو ضلال وغواية وظلم وجناية. ونرجع إلى الحدث لنسأل سؤالا يفرض نفسه: بأي حق تزهق الأرواح؟ بأي حق يسمح الإنسان لنفسه أن يعمد إلى روح بريئة فيزهقها دون وجه حق؟ ذلكم الشاب الطيب الذي قتل أمس وترك خلفه أما مكلومة يجيبهم، من يشفي غليلهم؟ أولئك الذين فقدوا أعضاءهم وأصبحوا من ذوي العاهات المستديمة، من يجيبهم؟ إن هذا غدر وظلم وخيانة وجناية. من سوغ سفك دمهم؟ ألم يقل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا وهو المقيم في بلاد المسلمين أو الزائر لبلاد المسلمين من غير المسلمين، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وأنا خصيمه يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. من فكر وقدر وخطط ونظر، من عبس وبسر وأذن بقتل البشر. كيف يسمح الإنسان لنفسه أن يروع الناس ويفزعهم؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه. رواه مسلم. وعن ثعلبة اليربوعي رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في أناس من الأنصار، فقالوا: يا رسول الله، هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع قتلوا فلانا في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهتف بصوته: ألا لا تجني نفس على الأخرى، ألا لا تجني نفس على الأخرى. رواه النسائي وصححه الألباني. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا شرعه وسنته وسيرته. وبالتالي فإن أصحاب هذه الأعمال لا يمكن بحال أن ينسبوا إلى سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. جعلني الله وإياكم ممن ذكر فنفعته الذكرى وأخلص لله عمله سرا وجهرا. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.